برشلونة يرصد التعاقد مع 3 صفقات مزوية في صيف 2025 بعد ارتفاع سقف الرواتب. هاينز فليك يهدد لاعبي برشلونة قبل بداية الفترة الحاسمة. أخبار كاذبة، رومانو يخرج بدليل براءة ليفاندوفسكي. لا مانشستر سيتي ولا باريس سان جيرمان، اللاعب مصمم على التعاقد مع برشلونة. إلى التفاصيل. يسعى نادي برشلونة الإسباني في مسعى جاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتي شهدها في السنوات الأخيرة إلى إيجاد حلول فعالة تمكنه من تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في المواسم المقبلة. وتأتي هذه الجهود في ظل العوائق المالية والتي حالت دون تدعيم الفريق بكفاءة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث اقتصرت تعزيزات النادي على ضم المهاجم الإسباني داني أولمو. وفي تطور جديد، أفتت التقارير الصحفية الإسبانية بوجود اهتمام متزايد من قبل برشلونة لتدعيم خط الوسط بعد انتقال الألماني إلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة سبورت الكتالونية، والتي تؤكد أن النادي الكتالوني قد أعد قائمة بالأسماء المستهدفة لتعزيز وسط الملعب، والتي تشمل كل من جوجوا كيميش، ليون غوريتسكا وفابيان رويز. ويشير التقرير إلى أن برشلونة يركز بشكل خاص على التوقيع مع جوجوا كيميش، وذلك بفضل العلاقة السابقة بينه وبين المدرب الفريق الحالي هانز فليك، والذي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لضم اللاعب. واختتمت الصحيفة أن بعد ارتفاع سقف الرواتب في برشلونة، بدأ لابورتا من الآن التجهيز لصفقات الصيف القادم من أجل تدعيم الفريق بالصفقات التي يحتاجها المدرب الألماني. حرص الألماني هانز فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تحفيز لاعبيه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك لمواصلة الأداء الإيجابي الذي حققه الفريق. وبحسب ما أفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، اجتمع فليك باللاعبين يوم الجمعة بعد انتهاء المباريات الدولية، مطالبا إياهم بزيادة مستوى التنافس استعدادا للمرحلة الحاسمة المقبلة من الموسم. وأكد فليك على أهمية استمرارية النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في أول 4 جولات من الدوري، حيث تمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية، مما أدى إلى تعزيز الفارق بنقاط مع فرق مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وخلال الاجتماع شدد فليك على ضرورة بذل جهد جماعي في المباريات القادمة، قائلا: الآن يجب علينا جميعا أن نضاعف جهودنا لمواجهة المباريات الصعبة المقبلة، يجب أن نعمل كفريق واحد. وأعرب اللاعبون والجهاز الفني عن ترحيبهم بطلبات فليك استعدادا لمباريات الفريق ضد موناكو وفياريال. ويطمح فليك أيضا إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تهاون في النقاط. وعلاوة على ذلك، لم يقتصر تقدير فليك على العمل الذي يقوم به أعضاء الفريق فقط، بل شمل أيضا دعوة عمال المطبخ في المدينة الرياضية لحضور غذاء مشترك نظمه للفريق. وأشاد فليك بجهود جميع الأفراد في النادي، معبرا عن امتنائه لأسلوبه المهني، مما يبرز جانبا من شخصيته التي تجمع بين اللطف والاحترافية كمدير للفريق. وأكد فليك أنه يطلب الأداء الأمثل من الجميع، مشددا على أنه إذا لاحظ أن أحد اللاعبين الأساسيين يقدم أداء دون المستوى قدراته الكاملة، فلن يتردد في تفضيل لاعب شاب يقدم 100% من قدراته. يسعى نادي برشلونة الإسباني في مسعى جاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدها في السنوات الأخيرة إلى إيجاد حلول فعالة تمكنه من تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في المواسم المقبلة. وتأتي هذه الجهود في ظل العوائق المالية التي حالت دون تدعيم الفريق بكفاءة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث اقتصرت تعزيزات النادي على ضم المهاجم الإسباني داني أولمو. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة لا ناسيونال الإسبانية، جذب جوجوا كيميش اهتمام كبار الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الأخيرة، بعد أن أعلن بوضوح عن رغبته في مغادرة بايرن ميونخ وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية. ورغم الاهتمام الكبير من أندية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والأرسنال وليفربول، فإن إدارة بايرن ميونخ، والتي عانت من خسارة لاعبين بارزين مثل ماتياس ديليخت ومزراوي، فرضت بقاء كيميتش. ورغم ذلك، يظل كيميتش مصمما على الانتقال إلى فريق جديد.
ومن المتوقع أن يبدأ كيميتش مغامرته الجديدة في مسيرته عندما يبلغ من العمر 30 عاما، مما يجعله هدفا مثيرا للاهتمام بسبب خبرته الواسعة وتعدد استخداماته في الملعب. وعلى الرغم من العروض المالية الكبيرة من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فإن برشلونة يظهر كوجهة مفضلة بالنسبة لكيميتش، وقد طلب هانز فليك من إدارة برشلونة بما في ذلك خوان لابورتا وديكو بذل جهد كبير لضمان التعاقد مع اللاعب. ومع أن نقص الميزانية الحالية قد يعرقل تحركات برشلونة، فإن كيميتش من المتوقع أن يكون متاحا مجانا في غضون 12 شهرا. كيميتش يبدو مصمما على الانتقال إلى برشلونة، مدفوعا بعلاقته القوية مع فليك ورغبته في السير على خطى روبرت ليفاندوفسكي. وقد أكد بويان كريتيتش مؤخرا أن كيميتش يفضل الانضمام إلى برشلونة، مما يجعل هذه الصفقة مرجحة بشكل كبير. وسط البداية المميزة التي يعيشها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ظهرت بعض الأنباء التي تتهم اللاعب بإفساد أجواء غرفة الملابس في برشلونة. الصحفي الإسباني خوان فونتيس كشف عن شعور إلكاي غوندوغان العائد حديثا لمانشستر سيتي بالضيق في برشلونة بسبب سلوك ليفاندوفسكي مع الفريق وتركيزه على نفسه فقط بدلا من مساعدة الشباب، وهو الأمر الذي رد عليه الصحفي فابريسيو رومانو قائلا لموقع دي دايلي برايفين: ليس لدي أي معلومات عن الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام الإسبانية بأن ليفاندوفسكي له حضور مزعج في غرفة ملابس الفريق. وأضاف: لا أعرف من أين أتت كل هذه الأنباء، لكنه خبر كاذب تماما. ليفاندوفسكي يتمتع بشعبية كبيرة في غرفة تبديل الملابس، هو لاعب محترف ولم يسبق له التشاجر مع زملائه في الفريق، ولم يخلق أي مشاكل مع الجهاز الفني أو الإداريين. جدير بالذكر أن صاحب 36 سنة نجح في تسجيل 63 هدفا في 99 مباراة لعبها منذ وصوله لبرشلونة، كما أحرز 4 أهداف في 4 مباريات في النسخة الحالية من الدوري الإسباني حتى الآن. يعمل نادي برشلونة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي أثرت على صفقاته في السنوات الأخيرة، ويسعى لتعزيز صفوفه في صيف 2025 بعد ارتفاع سقف الرواتب. ووفقا لتقارير صحيفة سبورت الكتالونية، يضع النادي الكتالوني خطة للتعاقد مع 3 نجوم لتعزيز خط الوسط. الصفقات المستهدفة تشمل جوجوا كيميش، ليون غوريتسكا، وفابيان رايز، حيث يعد كيميش الهدف الأبرز نظرا لعلاقته القوية بمدربه برشلونة الحالي. يأتي هذا الاهتمام بعد رحيل إلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي، مما يجعل الحاجة لتعزيز خط الوسط أولوية. مع تحسين الوضع المالي ورفع سقف الرواتب، يجهز لابورتا من الآن لصفقات صيف 2025 لدعم الفريق باللاعبين الذين يحتاجهم فليك ليعود برشلونة إلى المنافسة بقوة على البطولات.